ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم منار مصطفى. النهارده هعمل لكم كيكه الطاسه، بس المره دي بالشوكولاته. كيكه ال10 دقايق من نص كوبايه دقيق وبيضه واحده، هنعمل احلى كيكه طاسه ومعاها احلى صوص شوكولاته من غير اي شوكولاته. يلا نروح على المقادير. معانا اول حاجه نص كوبايه دقيق، هنحط عليها ربع كوبايه كاكاو، وهنعاير بالكوباية مج الشاي اللي موجود في اي بيت لو ما حدش عنده الكوبايات اللي انا بعاير بيها دي، ومعلقة صغيرة بودر. طبعا لازم المكونات كلها تكون بدرجة حرارة المطبخ، نكون مطلعينها قبل ما نبدأ في اي حاجة. بعد كده نروح بقى معانا بيضة واحدة، هنضرب البيضة. وانا بحب اضرب لحد ما لون البيضة يفتح كده، ده بيدي هشاشان للكيكة اكتر ويخليها خفيفة. بعد كده هنحط تلت كوباية سكر، تلت كوباية سكر اللي هو أكبر من الربع بمعلقة. وهنا ضربنا السكر لحد لونه ما فتح وداب خالص. هنروح بقى نحط ربع كوباية زيت، وبعد كده هنحط تلت كوباية لبن. قلنا التلت اللي هو بيبقى أكبر من الربع بشوية. بس هنضرب اللبن. بعد كده هنحط المكونات الجافة، وقوام الخليط مش بيبقى خفيف خالص، بيبقى قوامه مناسب كده، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنشوفه دلوقتي مع بعض. هنا خلاص خلصت. طبعا دهنين الطاسة بمسحة زيت. قوام الخليط زي ما انتوا شايفين مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، قوامه وسط. هنروح بقى نظبط النار مع بعض. زي ما قلنا النار بتبقى هادية، بس انا هنا مش هخليها هادية خالص لان انا حطها على عين صغيرة. هنحطها بقى على النار وهنغطي الطاسة ونظبط التايمر على مدة 10 دقايق بالظبط. هنعمل بقى صوص الشوكولاتة مع بعض. حطينا كوباية كبيرة لبن، عليها معلقة صغيرة دقيق، معلقة كبيرة كاكاو خام، معلقة كبيرة نشا. هنقلب المكونات الأول على البارد، وبعد كده هنرفعها على النار. واول الخليط ما يغلي كده يبقبق كده، هنحط معلقة كبيرة زبدة هتخلي الصوص بيلمع، وبعد كده هنطفي عليه على طول. هنا الكيكة بعد ما خلصت والصوص كمان خلص. طبعا الكيكة كانت باردة لكن الصوص كان سخن، علشان بنحط سخن على الكيكة علشان يلزق على الكيكة. الفلاش طبعا كان مفتحه جامد لكن هو كان غامق. هنا هقطع الكيكة معاكم عشان اوريكم قد ايه هي طرية وهشة. بجد طرية جدا جدا، كأنها حتة قطنة كده، طرية جدا وهشة. انا متأكدة ان هي هتعجبكم. هستنى تطبيقاتكم على الخاص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. منار مصطفى، سلام.